ازيكم؟ وصفتنا النهاردة وصفة مش عادية لأنها سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. مش محتاجين فيها حاجة خالص، كل مكوناتها هتبقى موجودة إن شاء الله عندك. مش هنستخدم لا كريم شانتيه ولا كريمة ولا الحاجات دي خالص، ولا فرن ولا بوتاجاز. هنعملها في أقل من 10 دقايق. ما تقولوش ازاي الجمال ده كله اتعمل كده زي الماجيك. حقيقي أنا بحبه ومبسوطة منه قوي. تعالوا سريعا هاتوا باكو بسكويت سادة أي نوع بتحبوه، وهستخدم كام بسكوتة بس هحطها في قاع الصينية زي ما هتشوفوا. مش هكسر البسكوت، هفردهم بس. وحطيت بلاستيك راب في الصينية اللي انا اشتغلت عليها عشان تبقى سهلة ليا ان انا اطلعها. وهنا عندي فاكهة المانجا الجميلة، وكويس ان المانجا متوفرة جدا. كنت حافظاها في الفريزر مفرزة نزلت عليها بالحليب. تقدري تستبدلي الحليب بالزبادي، او تستبدلي اللي هو اللبن، او قولوا معايا قولوا او الهابي كريمه. ونزلت عليها بالسكر. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف تمام عشان ما تقلقوش. وشغلت عليها البلندر بتاعي، وبعدين ببتدي انزل. هو طحن زي ما انتم شايفين، طحن من تحت كده، بس من فوق لازم انزل الجناب عشان كله يبقى يعني متماسك وكله ناعم. كله اتفرم عايزه اقول تمام. وبعد ما اتاكدت ان هو يعني بقى مظبوط 100%، بصوا ما بيقعش ما بيتحركش متماسك. بيقول لك كليني دلوقتي انا ريدي للاكل، انا جاهز كليني. صحيح نسيت، تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. وبقول للي على الموجودين معايا على الفيس يتابعني على اليوتيوب، والعكس، واللي على اليوتيوب برضو يتابعني على الفيس. هنزله بقى فوق البسكوت بتاعي. بصوا مفيش في الشغل النهائي خالص خالص. يعني كل عملته رصيت البسكوت، لا كسرت ولا عملت اي حاجه. فردت البسكوت من تحت ونزلت عليه بالمانجا بتاعتي، اللي هي عباره عن مانجا مفرزه مع حليب مع سكر تتسد. وهوزعها بالشكل ده كما لو انها كريمه تشيز او موس مانجو. حقيقي عايزه اقول انجوي حلو قوي. لسه ما خلصنا نوش عفوا. ها بص ده شكلها بعد ما فردتها خليتها كلها طبقة واحدة. هنا بقى هستخدم علبة من اللي هو الجيلي. هنا عملت اختلاف في الطعم، غيرت بقى، مرضتش اخلي كله مانجا في مانجا بقى، قلت اعمل نكهتين في بعض. واستخدمت الجيلي الفراولة. عايزة اقول بيبقى مكتوب عليه المعيار الباكت ده، بيبقى مكتوب عليه تحطي فيه ميه قد ايه. بالنسبه لي انا كان كاتبين 400 مللي ميه، فانا نقصت معلقتين منهم عشان يطلع هافي، ويطلع فيه شويه لازعه كده، تحسي فيه ان يعني حاجه صور شويه مع المانجا سويت. عملت حقيقي طعم حلو قوي. ودخلتها الفريزر. اول ما تماسكت طلعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه. مش عارفه بقى هتقعد معاكم في الفريزر قد ايه. انا بس كنت عايزه الجيلي هو اللي يتماسك، لان هو كان جاهز. هو كله كان جاهز زي ما انتوا شفتوا كده. الايس كريم مانجا اللي احنا عملناها مع بعض ما كانتش عايزه تطلع من البلندر متماسكه وجاهزه، بتقول يعني حطيني بقى في اكواب او حطيني في كون واتيفر المتواجد. اجمل لحظات عندي وانا بقطعها، حاسه بسعاده بقطع كريمه تشيز. انا بحبها قوي ومبسوطه بيها جدا لانها خفيفه سريعه اقتصاديه. البطل هنا بقى ايه؟ انك لازم تبقي مفرزه الفاكهه اللي هتشتغلي عليها. بصي شكلها عامل ازاي. طبقة الجيلي اللي حطيناها من فوق اللي هي نكهة الفراولة عملت تغيير حلو قوي. فراولة مع مانجا حقيقي حلو، عامل طعم جميل. وزي ما انتوا شايفين طلع كل مكعب طالع لوحده وشكله هايل. يعني هتوزع كتير. ممكن كمان البسكوت ما كسرناش البسكوت، عامل طبقة لوحدها متماسكة من تحت. بصوا خطير والله. انا كنت مبسوطة بيها قوي، كنت راضية عنها جدا. كانت حكاية. بصوا ايس كريم ايس كريم. تقدري تحطي واحدة بسكوتة تاني من فوق وتديها كده لحد من الواد لو مش عايز يستخدم اللي هو الشوكة او المعلقة. بصوا قد ايه كريمية من جوه.